النجاح والفشل مش قائم على قوة الفيسبوك ادز، لان انا بشوف دايما ان الفيسبوك ادز دي بالظبط هي عبارة عن ان انت عندك يعني ساعي بريد، وما عندكش مثلا ساعي بريد واحد، انت بتصرف وتجيب بقى ساعي بريد 1 2 3 4 5، بس كلهم بيروحوا بجواب واحد مقفول. فساعي البريد حقيقي بيوصل الجواب بتاعك للعميل اللي انت عايزه، ولكن اول ما العميل بيفتح الجواب ما بيلاقيش في حاجة خالص، وبالتالي ساعي البريد حقق الغرض او حقق الهدف المطلوب منه ان هو يوصل الجواب، ولكن لما العميل فتح الجواب ما لقاش حاجة. او في نفس الوقت ممكن وهو ساعي البريد بيخبط على الباب وبيدي للناس الجواب، الناس تقول انت جاي منين ليه؟ فمن وجهة نظري ان انت تفكر في فكرة الفانل كله على بعضه، وازاي تخلق التراست، ازاي تخلق الثقة. مش بس الفيسبوك ادز هي اللي هتجيب لك فلوس وهي اللي هتجيب لك يعني ريتش وهي اللي هتعمل كل ده، هي في الاخر هي أداة وليست بيزنس.